السلام عليكم، انا جيت. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا يا رب. النهارده اولى حلقاتنا في برنامج الاستشارات الطبيه من شركه دوليه فارما، ومعانا دكتور منصوره العزومي اخصائيه الاستشارات الطبيه وتطوير المنتجات من شركه الدوليه فارما. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا بك يا استاذه مساء، عامله ايه؟ طيب وانت طيبه يا رب. النهارده طبعا دكتور منصوره جايه علشان تكلمنا في الحلقه على اهم حاجه هتخص الشعر والبشره. طبعا احنا محتاجين خبرتك الكبيره بما اننا كمان داخلين على شهر الصيام ورمضان كريم علينا كلنا. قله الميه وسوء التغذيه طبعا بيدمر الشعر. ممكن بقى تقول لنا من معلوماتك العظيمه دي ازاي نتجنب تساقط الشعر؟ والله يعني كل سنه وانتم طيبين الاول، واهلا وسهلا بيكم. هو روتين صح يدي بيئه حيويه صح للشعر، سواء بقى للشعر او للبشره، لان البيئه الداخليه من جسمنا بتنعكس لبره سواء على بشرتنا او شعرنا. تمام، ده بالنسبه لموضوع تساقط الشعر. طبعا كانت من اكتر الاسئله اللي جات لنا على انستجرام هو موضوع تساقط الشعر. تمام، زي ما حضرتك عارفه طبعا ان تاج المراه هو ايه؟ شعرها طبعا. طيب امتى بقى يا دكتور بما ان التاج ده لازم نحافظ عليه، امتى الاحظ ان في حاجه غلط عندي؟ امتى اعرف ان التساقط ده ماشي بمعدل طبيعي، وامتى اعرف ان التساقط ده لازم اخد معاه اكشن وابدا بقى فيه العلاج على طول؟ انت قول عليه تساقط عموما، يعني في ست ممكن او بنت تخش لك بشويه شعر حلوين كده، دي ممكن تقول عليها تساقط. وفي واحده 2 3 5 10 50 لحد 100، ده ليميت معاكي. انا اقدر هنا اقول ده في العادي، ده رينج الطبيعي اللي هو بيقع فيه شعر مش كل يوم. خطر، مش خطر ولا حاجه. يعني بس طبعا لو زاد عن 100 شعرايه في اليوم ساعتها اقدر اقول ان ده تساقط، واقدر ان انا هنا لازم اخد اكشن او بلان للتريتمنت والعلاج بتاع الشعر. طبعا اهتم بالروتين واهتم طبعا بالعلاجات اللي انا هستعملها. يعني 100 دي عادي، حاجه عادي طبيعية جدا، عادي جدا، مفيش اي مشكله، لحد 100 معاكي. اوكي. من افضل الاسئله اللي جت لنا على اصل انستجرام امبارح، اكتر حاجه البنات بتسالها هو تساقط الشعر. ممكن حضرتك تقولي لنا ايه هي اصلا اسباب تساقط الشعر؟ والله هي الاسباب كتيره جدا، بس الموست كمان يعني في موضوع التساقط عموما يعني هو ان الحاجه تكون وراثيه في اي مشكله عموما يعني. طب بالنسبه لموضوع تساقط الشعر ان هو يكون وراثي، واحلى حاجه في الوراثي ان هو مش بيقع مره واحده الشعر، او الطفل هو طالما وراثي فما فيش شعر خالص من الاول. مش من الاول، لا يعني بيبقى تدريجي مع الشخص، بيبقى تدريجيا مع طبعا سن 40 50 بيبدا خلاص بقى ما بقاش فيه، هو بيتساقط مع العمر. الا اذا كان في ريسك فاكتورز او عوامل خارجيه بتاثر على الشخص بتؤدي برضه لتساقط الشعر مع الجانب الوراثي. ده بيخلي طبعا من سن 20 19 بتلاقي بيتزود. بتيجي هنا بقى في موضوع التساقط الوراثي بتلاقي الست او البنت عموما بتفرقي بينها وبين الرجل في التساقط اللي هو الوراثي. بنلاقي مثلا في البنوته او في الست من النص كده بيبدا الشعر يخف وبتبان فروه الراس بتبدا تبان. وبالنسبه للراجل بنلاقي طبعا ان هي السبعه اللي قدام بتبدا تسحب لورا، وبتعمل بقى اللي هو السبع الوراثي. ده بالنسبه لاول سبب وهو السبب الوراثي. تاني سبب ومهم جدا طبعا وهتلاقيه منتشر هو الهرمونات. بتاعت البنات. ايوه بالظبط كده، سبب هرموني في الستات عموما، يعني في وقت الرضاعه، في وقت الحمل، في فتره البيريود اللي هي الشهريه نفسها. ده بتلاقي اصلا ساعات برضو لخبطه في الهرمونات من غير ما يكون في سبب معين، غده معينه او حاجه بتؤدي برضو للخبطه الهرمونات وتؤدي لتساقط الشعر. تمام، فقدان وزن بشكل سريع برضو بيلخبط الهرمونات، فممكن تؤدي برضو لتساقط الشعر. طول الشهر كده تساقط على طول اول ذا تايم. طب بالنسبه بقى في حاجه مهمه جدا احنا ممكن ما يبقاش لينا يد فيها برضو، وهو جهاز المناعه. ازاي بقى؟ ممكن يتجنن على بصيلات الشعر نفسها. يتجنن فعلا. لا فعلا جهاز المناعه بيزيد جامد، بتلاقيه بيروح يضرب في بصيلات الشعر. في سيلز تطلع تضرب في بصيلات الشعر، حرب البصيلات فعلا. فبتضرب بصيلات الشعر بتعمل اللي هي الدوائر او الفراغات باتشز بتبان وسط الشعر، دي اللي بنسميها الثعلبه اللي بتظهر عند الناس. ساعتها انا هنا بقى وانا بهتم بالعلاج بتاعي ببقى علاج تساقط وعلاج جهاز مناعه الاثنين مع بعض. ده طبعا من الحاجات اللي احنا بنهتم بيها من بره ومن جوه. طيب انت عارفه ان التساقط من بره ومن جوه. طيب ممكن تقولي لي يا دكتور، هل فعلا زي ما بنسمع النفسيه ليها علاقه بتساقط الشعر؟ يعني مثلا لو دخلت بقى في نوبه اكتئاب، هل فعلا الاكتئاب ده ممكن يخلي شعري يقع؟ ضمن العوامل او الاسباب اللي بتاثر على تساقط الشعر ان يكون في عوامل خارجيه بتاثر على التساقط، من اهمها موضوع الاسترس او الحاله النفسيه فعلا بتؤدي لزياده التساقط والبشره والكلام ده كل ده بيبهت مع الوقت، والبيئه الحيويه بتاعته بتضعف. فالاسترس عامل مهم جدا. من ضمن العوامل الخارجيه برضو بتاثر لنا على تساقط الشعر
هي الحراره، الفرد الحاجات دي كلها طبعا فظيعه، بتاثر على الشعر وبتؤدي للتساقط في الاخر. بلس ان الميه السخنه بقى، بمناسبه احنا بنتكلم على حراره، الميه السخنه والاستحمام بيها دوريا ده بيفتح المسامات بتاعه الشعر زي البشره. يعني انا فتحت مسامات برضو او البصيلات بتاعه الشعر، فده بيؤدي للتساقط. فاهماني؟ فكتر استعمال الميه السخنه، في بنات بتيجي تقول انا بستحمى ميه سخنه في الصيف عشان خاطر انضف شعري. طب تمام، حلو جدا انك تنضفي شعرك وظبطنا الدنيا، طب نقفل يعني زي البشره بالظبط. انا نضفته قفلي، بعملي بتونينج ايجنت او حاجه لها تونيك افكت تقفل لي البصيلات او مسامات شعري، بحيث ان انا امنع الموضوع التساقط. من اهم الحاجات برضو اللي هي عوامل خارجيه من بره استاذه بسنت، هي الستايلنج، حاجات الكريمات التسريح. ايوه ليها بقى استخدامات معينه ومش بتتحط اكيد وخلاص. لا مش بتتحط خلاص. في ناس بتحطها على فروه الراس وتبدا تسرح بيها من فوق لتحت، ده غلط. يعني انا وانا بسرح بالحاجه او بعمل بيها ستايلنج، الهير بالم نفسه اللي البنات بتجيبه عشان ترطب بيه الشعر، ده انا بحطه على الاطراف، بحطه على الشعر من تحت. انا برطب الاطراف بتاعه الشعرايه، بغذي بيها الاطراف، مش بحطها على فروه الراس لان دي حاجات ستايلنج. يعني احنا ممكن اصلا ندوري نفسنا واحنا شغالين بالظبط. هي بتسد بقى مسامات الشعر، تيجي تشتكي بعد كده من تساقط، تشتكي من قشره تراكمت بسبب الكريمات وانت اللي عامله ده في نفسك. فاحنا لو استعملنا بس التريكس اللي هي الاستعمالات الصحيحه للحاجه، طبعا احنا هنتجنب الاثار الجانبيه بتاعتها. طيب يا دكتور، لكل داء دواء طبعا زي ما احنا دي حقيقة. احنا عايزين بقى نستغل حضرتك النهارده وتقولي لنا ايه الحل. والله الحل طبعا ده على حسب هي عايزه تدفع ولا مش عايزه تدفع. يعني هي عايزه تجيب من البيت من المطبخ بتاع ماما ولا عايزه تشخلل. يعني طيب احنا عايزين نعرف، في احنا عايزين نوفر مطبخ ماما، ايوه، ولو احنا عايزين نشتري عشان معانا او عايزين نجيب. والله في الحالتين انا عاوزه اقول كلام كتير طبعا عشان الحلقه ما تطولش. هيبقى في طبعا روتين علاج كامل، سواء مدفوع او لو انت مش عايزه تدفعي براحتك من البيت، وفي روتين انا بستعمل بيه الحاجه يعني رخيصه غاليه، في روتين انا ماشيه عليه. طريقه الاستعمال نفسها، مسكه المشط نفسها دي بتفرق في النتيجه بتاعه العلاج. وضعيتي وانا بسرح او انا بحط العلاج دي بتفرق. فكل ده ان شاء الله في الحلقه بتاعت بكره. طيب هنستنينا كده متشوقين، والنهارده مش هنطول عليكم ان شاء الله. هنستنى دكتور منصوره العزومي ان شاء الله في الحلقه الثانيه علشان تقول لنا ايه هو حل تساقط الشعر وازاي نقدر نعالجه. ايا كان انت حابه توفري وكل حاجه تستخدميها بالبيت، ولا الروتين بتاعك يبقى تصرفي عليه براحتك وتلاقي الانجاز بتاعك والصرف باين. اهلا وسهلا بيكم، والله اتشرفنا جدا بالحلقه ديت ومتعه جدا. اهلا وسهلا. باي باي.